سلام صحابي، نتمنى تكونوا بخير. توحشكم بزاف بزاف، اللي توحشني كنقول ليه حتى انا توحشكم. كنبوسكم واحد واحد ونتمنى انكم تكونوا بخير لانكم اعزاز وغاليين عليا وتستاهلوا انكم تكونوا بخير. اليوم من اوتيل ليوناردو رويال غندير بكم واحد الدوره في الاوتيل بلاصه ليوناردو رويال. الناس اللي في المانيا راهما كيعرفوه من اجمل وارقى الاوتيلات في مدينه مانهايم في السونتر فيل، وبالاخص قريب، يعني اش غنقول لكم، تقريبا شي ما كاملاش 4 مترو، قريب بزاف بزاف. نقولوا حنا 4 مترو ولا اكثر. المهم قريب بزاف الفاسا تورم، اشهر بلاصه في مدينه مانهايم. كيجيو لها بزاف ديال السياح وتستحق انكم ان شاء الله واحد النهار انكم تزوروها. مدينه مانهايم اللي هي معروفه بالفاسا تورم، اوتيل اللي زوين بزاف بزاف، وقلت غندير بكم جوله بلاصه بلاصه. هاد الاوتيل غالبا كيجيو ليه الناس ديال البيزنس. بالنسبه للثمن، اي واحد بغى يسول فيكتب لي كومونتار ونقول لي بشحال ثمن الليله وبشحال ممكن انكم تحجزوا فيه وكيفاش ممكن انكم تحجزوا باش انكم توفروا، مع ان كل شيء غلا حاليا، ولكن هكا دوزوا فيه واحد اليوم هاين ولا، فهو فريمون كيستحق. يعني الناس ديال البيزنس غالبا هنا تيجيو الناس يومين 3 ايام، كيجيو الناس اللي عندهم لي زافير ولا مثلا جايين فيزيت غير هذيك البلاصه وبعد كيحولوا لبلاصه اخرى. فهو واحد الاوتيل اللي زوين. هذه تاني مره مشينا ليه، فهو كيستحق. غندير بكم واحد الجوله في الاوتيل كامل، اوف شامبار، في المطعم ولا الريستورون، كاع البلايص صورتهم لكم. نتمنى انكم تستمتعوا بالفيديو وتبقاو حتى الاخر، ونتمنى انه الفيديو ينال اعجابكم. يعني ما عنديش حاجه انني نقولها، فقط انكم تفرجوا في الفيديو وتستمتعوا بالوقت ديالكم. هي واحد الجوله اللي في الاوتيل كي قلت لكم من اجمل الاوتيلات في المانيا. وانتم خليوا لي تعليق لتحت، نخليكم مع الموسيقى، ونخلي لكم خليوا لي تعليق لتحت وقولوا لي شحال الثمن، الا بغيتوا تعرفوا الثمن ولا بغيتوا تعرفوا كيفاش تحجزوا اي سؤال، فكنقول لكم مرحبا. وان شاء الله الفيديوهات الجايين، لان هذا الفيديو فقط جولة بالفندق. هنايا هاد البلاصه هي ديال هذا، كاينه فيها لونطري، تما كاينه الريسبسيون، وهنا كيحطوا بحال هكا الضيوف قهوه وداك الشيء اللي هي ببلاش، عصيرات وهذا عصير. فهو الصراحه زوين. انا بعدا كيعجبني هكا يكونوا اوتيلات اللي كيكونوا كتمشي ليهم نضاف. وهو من الاوتيلات اللي هما مشهورين اليبوك، يعني في واحد الفتره زمنيه ما كانش، ماشي هذه هي السميه ديالو، كانت عنده سميه اخرى، وكانوا كيدخلوا ليه فقط الالمان، للناس اللي عندهم الفلوس او من واحد الطبقه. ولكن دابا حاليا يعني الحجز ديالو فهو ما غاليش بزاف بزاف. فانا غنقول لكم باللي الحجز ديالو 100 اورو لليله، 100 اورو لليله. وكيبقى شنو بغيتي، مثلا واش فطور ولا غدا ولا عشاء، فاحنا حجزنا فقط فطور، يعني فقط فروشتوك مع الإقامة يعني في الأوتيل، فكلفتنا 100 أورو لليلة. دوزنا فيه تقريبا يومين، واحد اليومين اللي زوينة يعني بالفطور. ومن كتبغي تحجز الاوتيل فكاينين دي تروك، مثلا الا بغيتي تحجز فيه فانت كتختار الغرفه. تقريبا هو عنده نفس الطلات، يعني ما كايناش شي طله مميزه بزاف، ولكن الاوتيل من الداخل فهو واعر بزاف. فانت من كتبغي تحجز اي اوتيل كتشوف شنو باغي، واش نتا باغي اليس انكلوزيف يعني كل شيء، انك تخلص غدا فطور عشاء اي حاجه، ولا باغي تحجز فقط مثلا الاوتيل وانه تمشي مثلا تخلص الفطور. فهي كنظن انه الفطور احسن بالنسبه لالمانيا. الا بغيتي تحجز اي اوتيل فاحسن حاجه فقط الفطور، فهو فقط 100 اورو. وبالنسبه تقدر تحجز الباركينغ فهو ب 30 اورو اليومين. هنايا هذا المدخل للاوتيل كيف كتشوفوا، فهو من زعما الا عطاوه ارقى الاوتيلات فهو نظيف بزاف بزاف، وفي واحد الكالم. يعني الناس اللي باغيين يرتاحوا من ستريس، ولا الناس اللي باغيين كيف كنقولوا حنا في المغرب يتصنتوا لعظامهم، فدو بريفيرونس يجيو لهاد النوع ديال الاوتيلات. ما فيش صداع، ما كتلقاش فيه مثلا صغار، ولا كتلقى فقط ناس اللي جايين افيريست اللي جايين على قبل واحد الافير ولا هذا ويرجعوا. فهنا
الشومبر ديالو فهو سامبل، ماشي شي حاجة اللي مبالغين فيها ولا، فهي كتبقى عقليات. يعني هادو هما لي زوطيل ديال اوروبا، ولا ماشي بحال ديال الدول العربيه، باس اندرس حاجه اخرى. فالاوتيل فيه اي حاجه غتحتاجوها، يعني الشومبر قلت لكم الا بغيتو تحجزوا شومبر فانتوما شحال غتحجزوا. والشومبر على حسب المتراج، واش 20 مترو ولا 22. مثلا اللي حجزتي 20 مترو فهي 100 اورو، الا حجزتي اكثر فاكثر، يعني قد ما زيد الماء زيد الدقائق كيف كيقولوا. فهنا كاينه شومبر بلاصه فين تنعسوا، بلاصه هنايا هاد البلاصه فين تجلسوا، وكاينه تلفازه. غالبا الاغلبيه راه ما تيخدموش تلفازه، نادرا فاش يخدموها. فهو ماشي كبير، ولكن اي حاجه يعني شنو غديروا؟ غتباتوا فيه وغتمشيو الصباح. هنا كاينه بحال البنك، هنا كيسميوه البنك، هنا البلاصه فين كتحط الحويجات ديالك حتى للصباح ولا هذا. وكاينه واحد حاجه زوينه هنايا، هو انه كاينه هذه بحال الطابلات اللي كتقدر تواصل مع الاوتيل وتقول لهم شنو هما الفونش ديالك، ولا شنو هما الامنيات، تكتب ليهم شنو باغي. مثلا ما بغيتيش باغي تجي تنعس وترتاح، ما بغيتيهمش يجيو ينظفوا لك، ما بغيتي يديروا لك حتى شي حاجه. وهنا الدوش اللي نظيف بزاف بزاف. يعني الا عطاوه مثلا هذا الاوتيل 4 ولا 5 نجوم فهو كيستحق، لاني كنمشي الاوتيلات ولكن هذا راه نظيف يعني وفات النظافه. اوتيل فيه كل شيء، يعني اي حاجه بغيتوها راه غطلبوها كي قلت لكم من هذاك الطابلات. تكتبوا ليهم واش بغيتو يزعجوكم، واش ما بغيتوهمش يجيو ينظفوا. فهنا حاطين كاع الحاجات اللي غتحتاجهم نتايا. وبيان سور شامبو الباندوش راه ما غتحتاجوش، كيكون غالبا في اغلب الاوتيل. وهنايا مثلا بغيتو ديروا الكافي ديالكم ولا كيحطوا لكم هنا كونسوماسيون، وهذه مثلا كي قلت لكم تقدروا تواصلوا معاهم واش كتبوا لهم شنو هما الامنيات ديالكم، شنو الحاجات اللي عجباتكم اللي ما عجباتكم، واش بغيتوا تبدلوا الشومبر. اي ريكلاماسيون تقدروا ديروها. وهنا بالنسبه للريستورون كي قلت لكم حنا حجزنا فقط الفطور، فتقدروا العشاء ولا الغداء فهنا مبريبارينها. دائما كتكون بحال هكايا. آه، على حساب نتوما اشنو باغيين، يعني شنو باغيين تعشاو ولا هذا. مرات تيكون بيبفي وتقدروا نتوما تقول لهم شنو باغيين تعشاو بالضبط. فهي صراحه الريستورون ديالها نظيفه بزاف بزاف وزوينه بزاف بزاف. هنا مثلا هذا مثلا كتكون ديجا حاجزو مخلص، واش مخلص فطور ولا غدا ولا عشاء. وكتكون واحد الحاجات اللي كتكون مثلا اكسترا تقدروا انكم تطلبوها ليهم هما ويقدروا يجيبوها لكم من على برا. فكل شيء كتكونوا نتوما احسن حاجه تكونوا عارفين واش باغيين تعشاو ولا باغيين تغداو، اشنو باغيين بالضبط. هذه هي لا كويزين، كتلقاو كل شيء مبريباري. وغالبا حاليا كيكون في اكثر الاوتيلات، بالاخص الاوتيلات ديال 4 ولا 5 نجوم، فكتكون ديجا كلشي مبريباري. وكاينه هنايا ريستورون وكافي اللي هي على برا هكا في التراس، حتى هي زوينه على حساب كل واحد والذوق ديالو. تقدروا مثلا من يكون الجو سخون تخرجوا على برا، فهي كتكون فوجه. وانا دائما كنفضل انني نجلس لداخل كيكون السيرفيس قريب ليا. هنا شجره الزيتون اللي زوينه بزاف. غريبه انه في المانيا كتلقى شجره ديال الزيتون يعني غريبه جدا شجره الزيتون. فهنا كتبقى جولة. هذه كان الفيديو اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم وتكونوا استمتعوا به. وان شاء الله الفيديو اخر فهو كان مجرد جولة في الاوتيل من اشهر الاوتيلات ليوناردو رويال في مانهايم. نتمنى انكم تزوروه وتكونوا استمتعتوا بالفيديو. ولا بقيتوا حتى لهنا كنقول لكم تهلاو في راسكم، وان شاء الله الفيديو اخر. هذه كانت جولة فقط في الاوتيل. شنو هما الحاجات اللي فيه كي قلت لكم، فالحجز كيختلف من شخص لشخص، وشنو نتوما بالضبط باغين. ان شاء الله فيديو اخر. كانت معكم حياة.